اخويا الكوير، زعلنا على النتيجة اللي حصلت مع الأرجنتينيين. بس الحمد لله على كل حال. عندي كام نقطة كده حابب أناقشها معاك. النقطة الأولانية نقطة كلنا كنا عارفينها ومتأكدين منها، عندنا مشاكل في الكرات العرضية. النقطة التانية إن الأرجنتين كانت داخلة خايفة من إيه؟ أولا خايفة من اللي حصل في ماتش الرأس الأخضر، هم كسبوا بالعافية. اتنين، خايفة يحصل لها زي اللي حصل للبرازيل اللي خرجت قبلها بيوم. فكانوا داخلين هم من جواهم في خوف، ما العيال نازله قلقانه. حسام حسن لعبها صح وخطفهم في الاول، وخطف الجون الاولاني ولعب شوط زي الكتاب ما بيقول. ضربة جزاء جت الارجنتين، الكوره بتقول الارجنتين انا مش معاكم. الكوره تتصد، مصطفى شوبير يصدها، فالكوره ماشيه مع المصريين، الدنيا ماشيه كويس. الشوط الثاني الدنيا ماشيه زي الفل، يجي لك جون الحكم يلغيه، ربنا يوفقك بجون تاني 2-0 الدقيقة 75، الماتش بيخلص. سبحان الله، أهم اتنين لعيبة عندك إمام عاشور هيثم حسن يتصابوا. وجهة نظري الشخصية إن حسام حسن فكر قدامه حل من الاتنين. الحل التقليدي إن الاتنين دول هيطلعوا، هنزل اتنين مكانهم عندهم نزعة دفاعية، نقفل نص الملعب، نعمل زحمة ورا، نطفش، نشتغل شغل شمال افريقيا، ربع ساعه عدت كسبنا. الحل التاني وده حل صايع، اللي هو ايه؟ الارجنتينيين طبعا مغلوبين اتنين، هيهاجموا كل خطوطهم في مساحات ورا، انزل لعيبه فريش عندها نزعه هجوميه تخطف الهجمات المرتده، واحد يخطف جون، كل سنه وانت طيب، 3-0 الماتش مات. ودي فكره جميله. ونزل اتنين لعيبه المفترض ان هم اتنين لعيبه مستواهم عالي. وهنا بقى تحصل المفارقه، ان اخونا عمر مرموش تجي له اللعبه اللي من وجهه نظري هي دي اللي قلبت الماتش. هجمه مرتده 3-2، العب يا عم، العبها زي الناس يا سيدي، يلعبها بمنتهى الرعونه. ايه اللي يحصل؟ الكره تتقطع، تترد، هوب، الجون الاولاني من عرضيه، الماتش يتقلب. الارجنتينيين يحسوا ان هي جايه مصر، المفروض ان في خبرات في الملعب، ما شفتش خبرات بشلم. الفريق بدأ يعني يقلق، هم استغلوا القلق، هوب الكرة التانية في منطقة الجزاء، التعادل. في اللحظة دي حسيت ان المصريين معرفش ليه اتفككوا، المنتخب اتفكك. وطبعا التانيين ما صدقوا، هوب الجون التالت، الماتش اتخطف منك. طبعا واحد هيجي يقول لي يا عم انت ناسي موضوع الحكم ده، الحكم عمل وسوى. الحكم عمل وسوى، لكن عمل وسوى في الاخر، عمل وسوى انه كمل عليك. لكن انت فعلا نفسيا ومعنويا انا كنت حاسس ان المنتخب خلاص، يعني الموضوع انتهى. الموضوع كله كان معانا، الكوره كانت معانا، التوفيق كان معانا، انت كسبان 2-0، الموضوع منتهي. الحكم بدأ يتدخل بقرارات فاشله وقرارات وسخه. امتى؟ في الاخر بقى بعد 2-2، دي شده ما خدتش بالي، مش عارف ايه، عدي. انا معاك ان انت اتظلمت، لكن المبادره كانت معاك، انت كسبان 2-0. الكابتن ياسر ابراهيم حط جون كتر خيره، لكن انا شايف ان الجون الاولاني والجون الثالث ياسر ابراهيم. الجون الاولاني ما اعرفش يكشف اوفسايد ايه في العرضيه، انا مش فاهم. الجون الثالث لو سمحتوا اتفرجوا عليه، ياسر ابراهيم بيتفرج على الكوره زينا بالظبط، ما تدخلش في الكوره باي شكل من الاشكال، لدرجه ان الولد طلع ولعبها بمنتهى الاريحيه، وجت فعلا في مقتل بالنسبه لمصطفى شوبير. اخيرا الحمد لله رب العالمين، وقدر الله ما شاء فعل، وباذن الله اللي جاي